بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. النكد. النكد دي كلمة بنسمعها كتير جدا، وممكن يكون اليوم ما بيعديش في بعض البيوت إلا لما نسمع الكلمة دي، وخصوصا في العلاقات الزوجية والعلاقات اليومية. طيب، هل موضوع النكد ده شائع في كل البيوت؟ هو للأسف الشديد وفي الفترة الأخيرة بقينا بنسمع شكاوى كتير من الرجالة بيقول: زوجتي نكدية، بتدور على النكد بإبرة. طيب يا حبيبتي، انتي نكدية؟ تقول: لا والله أنا مش نكدية، محدش بيحب النكد. هو اللي بيخليني أنكد، وهو السبب في كل نكد بيحصل في البيت. طيب، هل هو النكد فعلا زي ما الرجالة بيقولوا هو طبع وجينات في كل الستات؟ هم ظلمنا على فكرة. هم بيقولوا علينا ان احنا نكديين بالوراثة، او نكديين هو طبع وجينات كل بنات حواء نكديين، لكن احنا فعلا مظلومين. طيب، الست النكدية على فكرة هي مش ست شريرة ولا وحشة ولا صعبة، ولا هي غاوية نكد وغاوية عكننة. طب ازاي؟ اوقات بيكون ورا نكدها ده او زعلها ده وتقلبها في الماضي كتير، لان دي شكوى كتير من الرجاله بتقلب في الماضي، لان نكدها نابع عن وجع قديم ممكن يكون كان بقاله سنين لكن ما اتعالجش ومحدش طيب بخاطرها، او احساس انها ما اتفهمتش صح وقتها، او مواقف اتحفرت جواها وما اتعالجتش بالطريقة الصحيحة، فبتطلع في كل خناقة جديدة كأنها حصلت امبارح. فاكر ايام الخطوبة لما حصل كذا كذا كذا، وتبقى الخطوبة دي مثلا من 20-30 سنة. طيب، تلاقيها لسه فاكرة تفاصيل زي ما قلت من 20 أو من 30 سنة. مش لأنها بتحب تغوص في الماضي أو غاوية نكد زي ما قلنا، ولكن هي الموقف لسه واجعها وما تطيبش بخاطرها والزوج عداه. وطبعا هنا بيجي استغراب الزوج جدا، ويبقى مستغرب يعني بطريقة رهيبة. ازاي فاكرة كلام ومواقف حصلت بحذافيرها من 20 او من 30 سنة ومش فاكرة فردة الشراب بتاعتي راحت فين؟ ازاي يا جماعة؟ قولولي هي بتعمل كده ازاي؟ لكن هو مش فاهم ان الذاكرة العاطفية عند الست اقوى بكتير جدا جدا من الذاكرة اليومية. ومع تكرار النكد وتكرار الخلافات وتكرار التقليب في الماضي، فانتي بتلاقي الراجل بقى ايه؟ يا اما حاجة من ثلاثة: يا يزعق قدامها ويقول لها: ايوه هتشتغلي لي في اسطوانة النكد، والله انا مش عارف، ويفضل يزعق قدامها وتقلب بخناقة اكبر. التاني ممكن يكبر دماغه ويقول لها: طيب انتي شغلتي الاسطوانة، سلام عليكم انا داخل انام. او التالت يقولك: لا انا هشتري دماغي، سلام عليكم برضه بس انا نازل، ويسيب لها البيت ويمشي. لكن في كل الاحوال بتقلب بخناقة، لان اللي بيسيبها ويدخل ينام او اللي بيسيبها وبينزل ده بيزود بقى الموضوع سوء. انت كده يعني انت مش بتعالج حاجة بقالها 20 سنة، انت بتزودها سوء. طيب، احنا السؤال الحقيقي هنا بقى: التصرف الصح من الزوج مع زوجته اللي هو شايفها ما بين قوسين نكدية وبتقلب في الماضي ومش قادرة تنساله تصرفات قديمة بقالها 20 أو 30 سنة. والسؤال هنا كمان: هل الزوجة فعلا احنا الستات نكديين بطبعنا؟ طب لو هو فعلا ده طبع، ازاي نتخلص منه، من النكد ومن تقليب الماضي؟ هترد على أسئلتنا الأستاذة الفاضلة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. أهلا ومرحبا بيكي يا أستاذة أشجان. اهلا بيكي يا ندى وبالساده المشاهدين، ربنا يبارك فيكي. أهلا وسهلا. النكد، وللأسف الشديد بقت شكوى يعني كتير من الرجالة. ولو حضرتك تتذكري في خضام كلامك في حلقة سابقة تم عرضها على شاشة سلام وموجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، كنتي بتتكلمي عن الزوجة اللي بتقلب في الماضي وما ينفعش ان احنا نقلب في الماضي، وانهالت التعليقات على الفيديو ده ان لا، الست عندها قدرة رهيبة على التنكيد وعلى التقليب في الماضي، لدرجة ان واحد كان بيتكلم يقول: انا نفسي اتجوز واحدة عندها زهايمر علشان ما تقعدش تقلب لي في اللي فات. خلينا نعرف معاكي ايه هو النكد، عشان نعرف كده من البداية ايه هو النكد ومين هي الست النكدية. بدايه كده يعني على اساس ان احنا ما نبقاش
مضايقين واسع، او بنثبت حاجه عند الناس هي اصلا موجوده بصوره كبيره جدا، حته ان الست نكديه، وان الستات بتحب النكد، وان الست هي سبب المأساة الموجوده في البيت لو البيت كله مشاكل. فهي خلينا بس نبسط الدنيا ونفهم الناس هو ايه النكد. يعني هو ايه النكد اللي بيجي للستات وساعات بيجي للرجاله، والست تقول لك انا مش نكديه، هو لولا ان هو منظره او تعابير وشه او تعامله معايا فانا ببقى رد فعل مش فعل. والراجل يقول لك لا، انا لما بدخل البيت وبلاقي التكشيره فبالتالي انا اللي ببقى مش طايق البيت، فانا بالتالي بقفل من اليوم او بقفل من اليوم. فهي عشان بس نبقى فاهمين هو ايه فكره او ايه الحاله اللي بتيجي، يعني او ايه هو النكد اصلا. فكره النكد او هو تغير في المزاج، يعني فكره ان الواحد بيبقى عنده احساس معين بان انا نفسيتي تعبانه وعندي اضطراب، ان انا غير مقبله على الحياه وغير متجاوبه مع الاخرين. فهو نوع من انواع الحاله النفسيه اللي بتصيب الشخص سواء ست او راجل، بتجيله مع مواقف معينه باسباب معينه وبازمنه، وممكن بتستمر وليه اشكال. ففكره ان انا اقول والله ده الشخص ده في حاله من النكد، يعني هو نفسيته تعبانه، يعني هو عنده اضطراب معين، يعني هو بيفتقر للمشاعر الكويسه الحسنه المقبله، ما عندوش نظره تفاؤليه. فهي دي لو انا بتكلم على حاله النكد عامه. طب هي بقى الست بتخش في المود ده ازاي؟ اما ان هي بتستحضر حاجات قديمه، او زي ما انت تفضلتي وقلتي، او ان انا ببقى رد فعل، او ان انا في حاجات في الذاكره العاطفيه عندها ما بتتنسيش. انا بستحضر النكد ان انا بدخل نفسي في الحاله دي اللي هي فقد النظره بالتفاؤليه الحياه، ان انا مش طايقه اعمل حاجه، ان انا ببص للامور بنظره فيها تشاؤم، ان انا بيبقى شويه في اهمال للشخص، اكله شربه لبسه. فهي حاله لو الواحد بيسيب نفسه فيها بتكبر وبتتشعب، وبيبقى مش عارف يبص في حياته غير الجانب ده. عشان كده دايما ان احنا نقول ان هي سبحان الله الحاجات دي كلها بعيده عن ديننا وبعيده عن اسلامنا. تفاءلوا بالخير تجدوه. فكره ان انا المفروض ما بقاش باصه للدنيا ان هي لا، ده احنا عايشين ان احنا ربنا عز وجل، ان احنا المفروض ان احنا نبث الامل الاخرين، وان انا عندي الامل في ربنا عز وجل. ففكره النكد هي بتبقى حاجه صغيره. طب هي الستات مقتصر عليها الامر ده؟ هي الستات نظرا لان العاطفه بتغلب عندها، دي حاجه موجوده في جينات الستات، يعني احنا مش طب ثانية واحدة يا أستاذة أشجان، يعني معنى كده بقى إن كلام الرجالة صحيح، إن كل الستات نكديين، إن النكد ده طبع فينا كستات، وإن إحنا لو اليوم ما عداش فيه نكد النهاردة يبقى إحنا بنحوش له النكد لبكرة، نقول له بكرة النكد بكرة، أنت كده بتحوشه لنفسك بكرة؟ لا، هي برضو عشان نبقى منصفين هو طبيعة شخصية. في رجالة نكدية وفي ستات بتعشق النكد وفي رجالة بتعشق النكد. بس ان انا اقول ان الستات، ليه الستات عندها الامر ده اكتر؟ ليه الستات الامر ده ظاهر؟ لان هي عندها العاطفة هي اعلى. ربنا خلقنا ان احنا موضوع العواطف عندنا اعلى، ان انا ذاكرتي في الامور الخاصة بالنفسية والاهتمام بالعاطفة والمشاعر اعلى. فبالتالي انا الامر ده بيأثر فيا. ممكن نفس الموقف يحصل مع الراجل هو مش فاكر اصلا، هو بالنسبه له الذاكره الخاصه بالعاطفه الى حد ما مؤقته، فهو مش فاكر قوي. هتيجي تقولي له حاجه اصلا من اول امبارح، مش من هنقول 20 سنه، فهو مش هيبقى فاكر الحاجات الخاصه بالمشاعر. احنا بنفكر دايما، دايما يقول لك ايه، بنبص بنفكر بالنص الايمن ولا بالنص الايسر، ده المسؤول عن المشاعر وده مسؤول عن التفكير. ففكره ان هي الست عندها الامر ده عالي شويه، الفطره كده. هو ربنا خلقنا بنهتم بده، عشان كده هي مشاعر الامومه مختلفه، مشاعر الحنيه على اطفالها مختلفه، مشاعر البنت لاهلها والوالدين، تلاقي البنت حنينه على والديها اكتر من الولد. حنة ففكره أكتر. المشاعر مختلفه عند المراه عموما. فبالتالي انا نظرتي للامور العاطفيه مختلفة. النقطة اللي بعدها فكرة التعبير. الستات ما بتعرفش تعبر صح عن المشاكل اللي بتواجهها، بتستنى دايما تكون رد فعل. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لها مالك وهي بترد الإجابة الشهيرة مفيش. فبالتالي بنروح للمساحة اللي هي أنا سألتها وهي ما قالتش، فبنروح للمساحة بتاعة التراكمات اللي بتفضل فوق بعض فوق بعض. فبنوصل لمرحلة إن أنا بقى عندي ذاكرة كبيرة جدا من مواقف سيئة ما تأثر
باي حاجه جديده، ما حاولش امم. الزوج انه وكتير من الازواج ما بتبقاش فاهمه هي مالها، او ان هي دخلت في المود. النقطه اللي بعدها ان في عناوين بقت مستحدثه علينا، يقول لك ايه ده هرموناتها متلخبطه، ده امم. اصل ده هي الحمل ملخبطه، ده هي الدوره الشهريه ملخبطاها، ده هي كل الكلام ده. فالرجاله في عناوين كده، فهو بالتالي دي حاجه حقيقيه بالفعل، في هرمون بيتلخبط وفي اضطرابات بتحصل بالتأكيد. في الجسم. فهو بيرجع ان الامر اللي هي فيها مشكله في سبب اخر عضوي مم. انا ماليش دعوه بيه. فبالتالي تمام، ما هو ده فعلا موجود بالفعل، بس انا دوري التخفيف، دوري ان انا ما اه. ازودش الاعباء، دوري طيب ان احنا انا لا. احنا هنيجي على دور الزوج وازاي يتعامل اصلا مع الزوجة النكدية للأسف الشديد او اللي بتقلب في الماضي. ولكن دلوقتي يا أستاذة أشجان، هل أي تصرف بيطلع من الزوجة مثلا لو زوجة افتكرت موقف حصل من مدة طويلة، مش هقولك 10 20 سنة، لا مثلا من 6 شهور فاتوا، أو إنها كل ما تحصل مشكلة تفتكر له حاجة كان هو فعلا غلطان فيها وتبكي وتزعل وتقول أنت بتعيد نفس المواقف، خصوصا لو هو بيكرر نفس المواقف، هل ده معناه إنها بتقلب في الماضي؟ هل ده معناه إنها ست نكدية ويقول عليها كده، ولا لا في صفات معينة لو اجتمعت في الزوجة يتقال عليها فعلا زوجة نكدية؟ في النقطة دي أتفق معاك فيها، فكرة إن لو الست فعلا فيها شوية صفات، وإن هي ما بتعرفش تتجاوز بسهولة، وبالنسبة لها محاولة الإرضاء دايما بتبوء بالفشل، وبالنسبة لها إن أنا حاطة شوية أمور مش هتخطاها ومش هتجاوزها أصلا مهما يحصل فيها من تجديد أو تغيير، ومهما مم. يبذل الطرف الثاني. فبالتالي أنا أقدر أقول إن الشخصية دي نكدية، او بمعنى اصح خلينا نقول هي ما بتنساش، ما بتتناساش. فكره برضو مم. عشان نبقى مفرقين بين انسى واتناسى. انسى ممكن مثلا حد قال لي كلمه من 15 سنه وهي وجعاني قوي يعني، ومتضايقه منها، والموقف مأثر فيا، سواء كان زوج او حتى شخص عادي، فالكلمه مضايقاني، ولما بفتكرها بتضايقني. بس انا مم. بحاول اتناسى. يعني لما تفتكريها ما تعديش بقى 5 ثواني، 10 ثواني، نص ساعه، يعني ما تلاقيهاش بقى 3 ايام ده انا عماله افتكر اخت زوجي اه. عملت ايه او زوجي قال لي ايوه. ايه. هنا اه. بقى هو ده اللي بتسيبي المشاعر السلبيه هي اللي تسيطر عليكي. الاساس احنا اللي بنسيطر على المشاعر دي. فهنا مم. اقدر اقول ان في ستات نكديه، هي بقى بتستحضر الامر ده وتبدا تركب عليه موقف كامل، وتبدا تركب عليه امور متكامله. هو مم. عشان كده مم. ما عملش كذا، وهو عمره ما نصرني وانا نصفني وحرجني اه. قدام له. لا فتبدا تعمل. وبيبقى في بعض الاوقات يا استاذه اشجان الجو بيبقى هادي وتلاقيها هي لوحدها كده افتكرت حاجه حصلت قديمه، هو ماشي كان غلطان فيها بس هو صالحها ورضاها وتقول له فاكر الموقف الفلاني، انا عديت لك بمزاجي وانا يعني قبلت اعتذارك، بس انت واضح ان انت عايز يعني تحس ان هو في بعض الازواج يقول لك هي بتدور على النكد بإبرة. هي الفكره، زي ما بقول لك، فكره ان انا بنسى ولا بتناسى. هي ما بتنساش، بس مش عارفه تتناسى بشكل صحيح، لان جزء كبير من المشاكل القائمه في بيوت كتير من الازواج عندهم عنوان كبير كده، هو عدم نسيان الماضي، او امم. عدم مسامحه الاخطاء الماضيه. واحد يكون سلوكياته كانت صعبه، واحد كان بيضرب ويبهدل، واحده كانت لسانها صعب وعصبيتها، امم. وقدر مع الزمن ان هو يتخلص او هي تتخلص من الامر ده. الطرف الثاني كل شويه يرجعه لنفس النقطه، كل شويه نرجع لنفس النقطه الخاصه. انت لما كنت عملت، انت واضح حنيت لي كذا، انت مش عارف تنسى ان انت كنت عملت فيا كذا. امم. فبالتالي احنا هنتعامل ازاي او هنتخطى ازاي؟ فدي مرحله ما بنعرفش نروح من التناسي للتخطي، ما بنتخطاش، بنفضل واقفين عند المرحله دي، فما بالظبط. بنعرفش نتخطى. فلما ما يحصلش تخطي نبدا امم. كل شويه نرجع. فهو لما يرجع لي القديم انا بالتالي بستحضر معاه برضو ذكريات قديمه، فاحنا الاثنين نفضل واقفين في حته عدم التخطي دي سنين يا ندى. وتلاقي ناس هي بس على صفيح ساخن كده وهي الدنيا ماشيه، ايوه مدة بالظبط، الدنيا ماشيه. اقل مشكله او اقل موقف ممكن ما يستدعيش ان يحصل فيه مشكله بتقوم به الدنيا. ايوه، فتفضل تقول الدنيا ماشيه بس هي مش ماشيه. هو احنا بنحاول المركب تمشي، بنحاول نربي الاولاد، بنحاول نعمل صوره للاسره ان الاسره الدنيا تمام، لكن مع اقل هوا كده يجي للسفينه دي او المركب دي، خلاص بتلاقي بقى ان احنا بنطلع في القديم، تلاقي ان احنا ب ب بنفتكر كل حاجه وحشه، ما اه. بنعرفش. اه. ودي مشكله على فكره برضو، يعني هي للاسف يعني حته يكفرنا العشير.
يعني في ستات بتزعل لما بقولها، بس هي للاسف احنا لما بنزعل ممكن اضيع اي حاجه حلوه اتعملت، او ان انا مثلا اقول ده عمرك عمره ما ما عملت لي، عمرك ما قلت عمره لي، ما جاب عمرك لي، ما عمره ما ساندني، عمره ما بسطني، عمره ما جاب لي. فعمره دي الكلمه دي بتفرق جدا مع الرجاله، او بيحس بقى ان امال انا عايش لمين مثلا، او ما انا جبت ايه، او ما انا عملت ايه. امال طول وده السنين دي انا يعني بسعى وبشتغل وبجتهد وبحاول اراضي مين؟ فهتلاقي بقى حتة دي سبحان الله عند الستات، ان لا تنسوا الفضل بينكم. دي مهمة عند الست وعند الراجل، بس انا المفروض ان انا في لحظات الغضب بفتكر الحاجة الكويسة عشان الدنيا تقدر تمشي. في لحظات الأسوأ او موقف رد فعل سيء او حاجة، بحاول اهم حاجة ان انا ما اسيبش حاجة تتراكم جوايا، ان انا بعمل مرحلة التخطي بشكل صحيح. لان اللي بيحصل ما حدش فينا بيعرف يتخطى صح خالص اه خالص. اه فكرة ان اه انا اتخطى مواقف سيئة في حياتي مع مم. أشخاص من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو ما بنتخطاش. هي الفكرة بنفضل واقفين، ومع تقليب الذكريات أو تجديد الأحداث بتقومي مم. فاكرة وراجعة تاني كل الذاكرة، وتبدأي بقى تخشي في المود ده. بتختلف من ست للتانية فكرة التجاوز. أنا ممكن أقعد فيها يوم اتنين تلاتة، هو ده اللي بيخلي الراجل حاسس إن لا ده هي قاعدة فيها بقالنا شهر متنكدين، أصل هي اه زعلانة من والدتها اه بقالنا أسبوعين، أصل أختي قالت كذا. وده اللي مم. بيخلي الرجاله في كتير من الاوقات ان هو مثلا اول ما دخل البيت الى حد ما نسى اللي حصل بره، وهو قاعد مثلا وماسك تليفونه، هو مم. مش بيفر فيه، هو بيفكر في اللاشيء. لا، الستات عندها كل حاجه ليها بالظبط أصل، بالظبط. كل احنا حاجه الاوفر بفكر فيها. ثينكينج عندنا عالي جدا عن الرجاله. احنا ممكن يعني ندخل السرير عشان هننام ما نعرفش ننام، تفضل ساعتين دماغنا شغاله شغاله ترجعي. شغاله. هو بسم الله ما شاء الله يدخل السرير بسم الله ما شاء الله في 3 دقايق هو تلاقيه بسم الله دي ما شاء على الله. فكرة هي سبحان الله طبيعة راجل وطبيعة ست، ما بتبقاش يعني هو الرجالة ربنا جاب لهم على الصفة دي، لأن هو الأساس فيه القوة البدنية، وإن هو يصحى الصبح يشتغل، وإن يقدر يشتغل ساعات متواصلة. إحنا بنشتغل الساعات المتواصلة ولكن في البيت، عشان كده ربنا عز وجل حاطط فينا صفات ما ينفعش الراجل يتصف بيها، ولا الراجل ما ينفعش ست تلاقيها لما هي بتشتغل 12 13 ساعة بتنهار. وما ينفعش في أعمال معينة ما ينفعش الست هي اللي تعملها. عشان كده ربنا عز وجل عطيله ان هو النوم سبحان الله بيجدد بالطاقه زي ما هو مم. للست، ولكن مع الراجل مختلف، اه انه بيقدر يزق كده، والذاكره الكويسه خلاص ما بفتكرش كل التفاصيل الصغيره، هو مع مم. الاحداث الكبيره. عشان كده دي حياه، وربنا عز وجل خلقنا كده مم. وخلقهم كده. فكره مم. الفهم هي دي القصه الاساسيه، ان انا ابقى فاهمه. هي بقى تبقى هي متخانقه معاه وهو دخل نام ودخل في النوم، طب وانا طب ما انا عماله ايوه. اتكلم. لا، فانت وفي بعض الازواج بيقولوا لا هي بيصعب عليها، يصعب على مراتي تلاقيني تمر. نايم فتقوم تصحيني، لا قوم كلمني قوم كلمني، انت هتنام وهتسيبني اه ما دمي محروق، انت هتنام وهتسيبني بغلي؟ لا لا، انت لازم تقولها طب يا بنت الحلال انا عندي شغل الصبح، بكره الصبح ان شاء الله نبقى نتكلم، او لما ارجع. لا انت بكره مش هتكلمني وهترجع وهيبقى في نفس الدوله، قوم دلوقتي. بيبقى طالب معاها النكد او مش النكد، عشان برضو ما نكونش متحاملين تفريغ الطاقة، هي ان هي عايزة عايزه تفضل. تفضفض، عايزه تطلع اللي جواها، وهو نايم، وفي نفس الوقت هو عنده شغل من اذان ربنا. فالموقف ده احنا نحله ازاي؟ أول حاجة نحله إزاي؟ فهم طبيعة الزوجة دي والزوج ده. ما هيش قاعدة بنقولها لكل الستات وكل الرجالة. يعني إيه؟ يعني أنا كست بتراضى لما بيحصل موقف إزاي. أنا بحب نتكلم على طول؟ لا، أنا بحب نقعد نهدى شوية، أنا بحب تسيبني أنام. نفس الشيء الزوج، في زوج يقول ما تكلمنيش وأنا متعصب، هغلط وهزود في امم الكلام، ما تعليش امم صوتك معايا، ما تقلبيش في قديم، أنا ما بحبش الكلام في القديم. فكل واحد في الاول خالص المفروض، او على الاقل مع بدايه العشره، نبقى فاهمه هي عارفه فلان ده لما بيزعل بيحصل ايه، وهو عارف فلانه لما بتزعل بيحصل ايه. ايه اللي بيحصل؟ ان كل واحد مستني من التاني انه يتعامل، انه فاهم كويس جدا انا ما احبش انام زعلانه. طب انا ما اعرفش انك ما تحبش تنام زعلانه، انا ما اعرفش بقى كراجل اتكلم دلوقتي وانت زعلانه، انا ما بحبش اتكلم في نفس المشكله، ببقى اه عايزه انام اه شويه، ببقى عايزه انزل شويه، ببقى عايزه افصل، سيبيني اه خالص هروق لوحدي. فنبقى متفقين طب هو لما يحصل بينا هنتراضى ازاي، او هنتكلم ازاي. امم فانا بطريقه وهو بطريقه، بنتقابل بقى في حته ما في هو برضو النص. انا بحب استاذة انام اشجان، وانا زعلان، الست لما تتساب ما يعني ينفعش هو وجهة تتساب. نظره يقول بغ... لك هسيبها ما تهدى، هي مش بتهدى، ده هي بتزداد يعني زعل وسوء وبتتنرفز اكتر وبتفضل تغلي في نفسها اكتر، ودماغها بقى الشيطان يستلمها بقى ويفضل يفضل يعني يزود الموضوع. فهو الراجل
يعني ممكن تسيبيه يهدى، الست أنتِ هتسيبيها الموضوع تمام. هيتفاقم. هي يقال الست ما تتسابش لدماغها كتير، لان هي مداخل الشيطان بتاتي من هنا، والنفسيه بالضبط. بتفوق من هنا. فاحنا عايزين نتقابل في منطقه في النص. بمعنى ايه؟ في رجاله كتير ما ينفعش تتكلم في عز المشكله، ودي الغالبيه العظمى. هيتعصب زياده، هيغلط زياده، مش هيتعاطف معاكي، ممكن يحط عليكي، ممكن انت تنفعلي زياده ويصل الامر لا قدر الله لمشكله كبيره او لانفصال. طب بقى نعمل ايه؟ نتفق ان احنا مش هننام وبيننا مشكله، مش هننام واحنا مش متصافيين، ولكن سيبي مساحة من الوقت كده ليه يهدى بالشكل اللي هو متعود عليه او مختاره او متفقين عليه. ولازم يعني نعمل القعدة دي. والله انا مش عايزة اتكلم النهاردة، انا هتكلم بكرة، لا مش هتكلم بكرة، انا هتكلم يوم الاجازة. إمم. بس احنا بنتعامل كده، بس في موقف لازم هنصف فيه. هو الاساس فيه ان انا ما اسيبش مساحة للتراكمات ولا المداخل الشيطان، ولا ان انا نفسي تسوي لي بقى خلاص ان انا رايحة في مساحة ان انا مش طايق الطرف الثاني، او الطرف بالضبط. الثاني احطه في مكانه انه مش مقدرني. لان آه. كل دي الحاجات اللي بيدخل منها الشيطان للزوجه او للزوج، ان الطرف إمم. الثاني مش مقدرني. فخلاص بالضبط. زوج يبقى متضايق بالضبط. جدا ويقول هي ما بتصالحنيش، هي عارفه ان انا متضايق ومطنشه، هي بتتعامل عادي. فانت عايز ايه؟ انت تحب نوع المراضيه ايه؟ وانا كزوجه انا بحب واحد اتنين تلاته. فلما الامور ممتاز. دي بتبقى واضحه، ما تلاقيهمش بقى إمم. 20 30 سنه بيتصادموا في نفس النقطه بالضبط، وبتزعل منه في نفس وهي الامر، بتجيب في وبتتعامل القديم وبتفتكر له بالفعل. مواقف قديمة. بالضبط يا أستاذة أشجان. الحقيقة إحنا لسه معانا محاور مهمة جدًا عن أسباب النكد، إيه اللي يخلّي حد يبقى بيحب ينكد أو يخلّي جو البيت على طول متوتر، ليه تقلِّب في الماضي من 20 سنة وتجيب الماضي، إيه الأسباب اللي تخلّيها تعمل كده؟ ورجالة كتير بيشتكوا إن هُم بيبقوا فاكرين حاجات من سنين السنين، وممكن يسألها عن حاجة أول امبارح تقول له مش فاكرة. إزاي العقلية دي والتركيبة دي؟ كل التفاصيل دي إن شاء الله هنجاوب عليها خلال حلقتنا القادمة، ولكن الآن باشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذة أشجان يحيى خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية على تواجدك معانا، شكرًا جزيلًا. وزي ما قلنا في البداية الستات مش بيحبوا النكد، ولكن في بعض المواقف اللي ما اتعالجتش صح وسابت أثر في نفوسهم صعب جدًا وموجع جدًا، فبالتالي هي كل ما بيحصل مشكلة ذاكرتها بتسترجعه غصب عنها. لازم نعالج القديم علشان يبقى اللي جاي أحلى بإذن الله تعالى. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.